السلام عليكم الاخوان. اليوم فيديو جديد ومرحبا بكم. في هذا الفيديو صراحه انا فرحان بزاف حيت المغرب قدر يدوز للدوزيام تور لاول مره من 36 عام، شي حاجه اللي كتفرح بزاف. ودابا طحنا مع الصبليون اللي فريمون خصنا ننتقموا من الشيش داروا لنا في 2018 2-2 فار فهمتوا. دونك خصنا نردوا الاعتبار حيت دابا المنتخب المغربي عنده جميع المقومات انه يمشي بعيد، ومادام دزنا للدوزيام تور راه اي منتخب دابا دوك 16 منتخب اللي بقاو عندهم فرصه انهم يمشيو بعيد وعلاش لا يدوا كوب دي موند. في هذا الفيديو هذا غندير واحد التحليل بسيط ديال شنو طرا في الجروب ستيج ضد كندا وضد بلجيكا وضد كرواتيا، زائد نهضروا على الصبليون شنو خصنا نديروا معاهم، شنو هما نقاط القوه ديالهم، شنو هما نقاط الضعف ديالهم، والتوقع ديالي شنو يمكن يطرا في الماتش. هادشي كامل تشوفوه في هذا الفيديو. ما كرهتش ديروا واحد اللايك وواحد السبسكرايب وفعلوا داك الجرس حيت لي نوتيفيكاسيون راه ما توصلوش للدراري كاملين. كنلقى الفيديو شحال ما تقولي واش لحتي ولا ما لحتيش. المهم شتي الفيديو دابا وصلتي لهاد البلاصه دير واحد اللايك، دير واحد الكومونتير باش الفيديو يطلع يترك كومونتير ناس اخرين ونرجعوا التفاعل اللي كان في الشيم شحال هذيك. راه الشورتس قتلوا لينا هاد اليوتيوب والله. دونك اول حاجه غنناقشوا كيفاش دوز المغرب الجروب ستيج. لعبنا مع كرواتيا الماتش الاول، انا الحمد لله حضرت الماتشات بثلاثه، غير هو الاجواء وداك الشيء صورتهم بغيت نخليه للدوكيومونتير باش تشوفوا شي حاجه اللي نقيه بزاف. تبارك الله الاخوان الاخرين بحال يحيى وطائسو اسماعيل الصفروي بزاف ديال الدراري في يوتيوب داروا لكم الاجواء في نفس البلاصه. انا ما كنقدرش ندير هذاك الكونتنت، سيروا تفرجوا في الفيديو ديالهم راه نقول لكم الاجواء من الكابو من كل شيء. حتى انا كنت حاضر كنغوتها باش ما تقولوش راه ما مشيتش. دونك اول ماتش كرواتيا كما شفتوا كان الجمهور تجمع بزاف ملعب البيت وقدرنا نخرجوا بتعادل ايجابي. انا بالنسبه لي ايجابي واخا هو سلبي. 0-0 ضد كرواتيا اللي هو وصيف بطل العالم في 2018 اللي كانوا خسروا ب4-1 مع فرنسا. وان الماتش الثاني ضد بلجيكا كانوا بزاف الانتقادات ان الجمهور كان ناعس ما ناعس في الماتش الاول. انا كنقدر نقول لك واحد حذر، انا ملعب البيت كبير بزاف، يعني 60,000 متفرج ولا شحال اللي كان راه ما يمكنش. كان 59,000 متفرج عقلت كتبان في السكرين، ما يمكنش الصوت يدور في داك التيران اللي كيهز 70,000 ولا 60,000 ولا اكثر من 60,000. دونك باش مشينا ملعب التومامه شفتوا الجمهور كيفاش كان في الماتش الثاني ضد بلجيكا. حكمناهم كما تنقولوا، حكمنا لازون. كان الجمهور خيالي، كان كل شيء في المستوى، لا من الجمهور لا من اللعابه. ودارت واحد الكونيكسيون ما بين اللعابه والجمهور ان كتشوف هذوك الكلمات ديال سير 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 ولا مثلا واجيت ماركي ولا سيرت ماركي، وهذوك الاغاني كاملين اللي كنا اتفقنا عليهم مثلا في سوق واقف وداك الشيء قبل الماتش. الجمهور عطى جهدو كامل، اللعابه تموتيفا والركراكي التاكتيك ديالو كان سبوت اون كما تنقولوا بالانجلي. قدرنا نربحوا بلجيكا ب2-0 ومشينا اننا درنا جوج ديال الكلين شيت ضد وصيف بطل العالم وضد الثالث اللي كانت كلاسه ثالث في كاس العالم ديال 2018 ضد الانجليز كانوا ربحوهم. انا كنحاول ما نشوفش بيسا هو طافي، فهمتي. المعلومات كاملين تنجيبهم من راسي باش نشوفوا حنا واش كنفهموا في كره ولا لا. الاخوان اسمحوا لي، شوف دابا ندخلوا نهضروا على واحد الموضوع مهم. علاش كنناقش انا ماتش الصبليون؟ الصيف ذو حدين علينا وعليهم. دزنا الحمد لله بريمي دو جروب والحمد لله ما طحناش ضد الجابون لانه فريق اسيوي، والفرق الاسيويه كلها عندها واحد الطابع في الشكل. حنا مولفين لوروب وكنلعبوا مثلا حتى كندا اللي شفتوا اللي عقلتوا في الماتش اللي لعبنا البارح راه كان باش يفوا ماركاو علينا تخربقنا، ما قدرناش نلعبوا كره كما تلعبوا ديما. علاش؟ حيت هما فريق جاي من امريكا الشماليه وعندهم مونطاليتي وتكتيك في شكل. الحمد لله الجمهور والاخر دار خدمتهم. واش انا نجيو دابا الماتش ديال الصبليون اشنو يمكن طرا فيه، شنو هو لافونتاج ديالنا وشنو هو ديزافونتاج ديالنا وشنو هو لافونتاج ديالهم وشنو هي نقطه الضعف ديالهم. غير باش تعرفوا الاخوان اي منتخب كيدوز لدور 16 راه عنده فرصه. غير باش تعرف عطيتكم مثال ديك النهار كان منتخب ديال كوستاريكا اللي عقلتو في 2014 كان طاح في جروب بحال ديال دابا، طاح فيه اوروغواي والانجليز والطاليان وكلشي كان كيهضر على ان كوستاريكا غتقصى وكلشي. ولكن المفاجاه كانوا طلعوا بريمي جروب، ربحوا اوروغواي ب2-1 ما عرفت 3-1، ربحوا الطاليان ب1-0 وربحوا وتعادلوا مع الانجليز 0-0. المعلومات انا تبقى الا بقيت عاقل. ودازوا الويتيام ما عقدتش مع من لعبوا، واللي بقيت عاقل هو ان ضد هولندا في الكارد فينال كانوا تعادلوا وخرجوا اشواط اضافيه. فاش كانت هذيك الطريقه المشهوره اللي دارها غوسيديك انه خرج جول كيبر ولا حارس مرمى في اخر دقيقه من الشوط الاضافي الثاني. وهذاك الجول كيبر اللي سميتو تيم كرون اللي كان كيلعب مع نيوكاسل قدر انه ينقذ هولندا ويصيفطهم للسيمي فاينل. ولا على سالي ما يمكنش شي المعلومات. دابا نجيو شنو هو الاشكال اللي عندنا دابا. الاشكال هو اللي عندنا هو حاجه مزيانه وما مزياناش. هو حاجه مزيانه ان مازال ما تماركي علينا بيوتا بزاف كيما الفرق الاخرين. راه كما شفتوا راه كانوا امطار ديال الاهداف في الماتشات الاخرين اللي 2-3-2 4-2. ها الماتشات اللي سالوا ب7-0 فهمتي. يعني كاينين بيوتا في هذا الكوب دي موند، ولكن الحمد لله المنتخب تلقى هدف واحد في 3 الماتشات. الاشكال اللي كاين كما قلت لكم هو ان مازال ما طحنا في السيتوياسيون ديالنا نكونوا خاسرين 1-0 ونرجعوا في الماتش. هذه مهمه بزاف في كاس العالم.
وغادي نذكركم بالمنتخب المرشح حاليا اللي هو البرازيل. شنو الاشكال ديالو علاش كيخلي انهم ما يدوش كوب دي موند 2002 وهذه خصنا ناخذوا منها عبره وركراكي تيركز عليها ان نكونوا موجدين راسنا لكاع لي سيتوياسيون. مثلا منتخب البرازيل من بعد ما فاز بكوب دي موند في 2002 ضد المانيا مورا في جميع النسخ اللي مورا تقصايه في كارت فينال في سيمي فاينال، يعني ما عمرو فات الدومي فينال، عمرو وصل فينال. 2006 ضد فرنسا في ربع النهائي ماركا عليهم تيري اونري في الدقيقه جو بونس 57 ولا ما نعرف، ما قدروش يرجعوا في الماتش. في 2010 لا ميم شوز، كانوا لعبوا ضد هولندا كانوا ماركاو البيت الاول عن طريق روبينيو جو بونس، ومن بعد رجعت عليهم هولندا 2-1 ما قدروش يرجعوا الماتش، واضطر ان فيليب ميرو يتطرد بريد كارد في الدقيقه 58 مع 59. انا كنحاول نجبد هادشي من دماغي، كنشوف في الكاميرا تقول لك كنقول شي حاجه هادشي معلومات كرويه حضرنا اليوم، هذا راه سابعكم دي بون تنتفرج فيه ماشي فليكسي عليكم. نجيو دابا اش يقولوا لي الماتش الكوب دي موند 2014 الفاضحه ديال 7-1 في الدومي فينال في وسط البرازيل 7-1 من بعد المانيا، كانت هزيمه رديئه ديال المنتخب البرازيلي وما قدوش يرجعوا في الماتش طبيعه الحال من بعد ما تماركاو لهم 4 البيوتا في اول ربع ساعه في اول ثلث ساعه. هذا درس هو مهم بزاف في المنتخب الوطني. 2018 لا ميم شوز، جا المنتخب البرازيلي ضد بلجيكا تماركاو عليه 2 بيوتا عن طريق فيرناندينيو ماركا على راسو، ومن بعد ماركا دي بروين في شي دقيقه 31 جو بونس. زائد ان البرازيل حاولوا يرجعوا في الماتش ماركا ليهم جو بونس واحد سميتو ريناتو اغوستو مع شي حاجه وما قدروش يتعادلوا ولا يربحوا وتقصاو من الكارت فينال. ودابا حاليا عندهم لا ميم شوز، ربحوا 2 ماتشات الاولى ما خسروا حتى ماتش. دونك المستفاد في التجربه اللي قلت لكم دابا منتخب كالبرازيل اللي ربح كاس العالم 5 المرات صعيب كتشوف انه ملي كيطيح في سيتوياسيون انه خسر ما كيقدرش يرجع، هذه يقدروا نطيحوا فيها الله يستر. والصبليون حتى هما يقدروا يطيحوا فيها، الصبليون حتى هما راه شفتوا ضد المانيا ضد الماتش مورا ضد اليابان راه ما عرفوش يرجعوا باش كانوا خاسرين مع اليابان، هذا غيكون في صالحنا. دونك حنا الماتش ان شاء الله اللي غادي نلعبوه نهار الثلاث ضد المنتخب الاسباني في ملعب المدينه التعليميه، ستاد تقريبا كيشبه التومه واحد شويه، فيه امبيونس مزيانه محكوم كما تنقولوا، غيكون حضور جماهيري كبير. انا ما عنديش تيكي ديال الماتش مازال ما عرفتش واش نمشيو ولا لا، ولكن غنساند المنتخب سواء من هنا من الميديا سنتر ولا نمشي لشي فانزون، وان شاء الله علاش لا ندوزو للدوزيام تور مع الكارت فينال ونلعبوا ضد الفائز من البرتغال ولا سويسرا اللي دايزه حاليا مع صربيا. اوكي جيتكم في التحليل الاخوان، شتي خصكم تعطيوني شويه ديال الثقه في النفس، نبدا ندير لكم فيديوهات على كره. كنتوقع ما صراحه ما تتعرفش، حنا خسرنا تعادلنا معهم 2-2 دونك تكون هذيك روح الانتقام عند عند الجمهور لا عند اللعابه، ونتمنى الجمهور يدير خدمته بحال اللي دار في الماتشات الاولى. زائد ما تنساوش الاخوان ان راه كما تنقولوا ديما 16 الفريق اي واحد يقدر يدوز اي واحد يقدر يوصل. حنا لافونتاج اللي عندنا كاع الشعوب العربيه كاع البلدان اللي معانا كيساندونا لا في التيران لا برا التيران، المعنويه طالعه، الثقه في النفس كاينه، ما كاينش احسن من فرصه اننا نزيدوا نحلموا ونمشيو بعيد. كما تنقول ديما تخيل معايا. الا عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد اللايك وسبسكرايب، وعلاش لا ما تبارطاجيش هذا الفيديو مع صحابك، وكتبوا لي تحت شنو هو التوقع ديالكم ديال الماتش بيد ما يوجد الدوكيومونطير اللي انا خدام عليه. الشيء خصني نبدا ابلودي فيها بزاف باش يولي واحد التفاعل اللي كان عندي بشحال هذه ولا اكثر ان شاء الله، ونكبروا العائله كما كنقولوا. انا صراحه كتعجبني الكره بزاف وغنبدا نبارطاجي معكم دي فيديو بحال هكا. الا عجبك الفيديو كما قلت لكم شويه ديال الدعم، وان شاء الله تسناو لي دوكيومونطير. وباي ذا واي راه الناس اللي انتريسي بهادشي ديال التكنولوجيا وداك الشيء راه كنقلب هنا في قطر فين نصور شي حوايج اللي انتريستين، مثلا داك الشيء المدن الذكيه، في كاين شي حوايج اللي فيها تكنولوجيا طالعه، فيها شي حوايج اللي تستافدوا منهم راني كنصورهم. دونك ما عليك الا تدعمني ان شاء الله، انا كصانع محتوى وهادشي اللي كاين. تهلاو في راسكم ان شاء الله مربوحه. بيس.